بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد في قناتي، يا رب يعجبكم. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد انا بنزله. ويا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده طبعا هنعمل مع بعض غدانا. هنعمل النهارده قرنبيط. طبعا القرنبيط ده اكله شتويه، بس انا اول ما بسمع ان في قرنبيط في السوق بروح جايبه قرنبيطه نصها بعملها زي ما بقول لكم كده. بروح جايبه القرنبيطه بقى، اروح عامله نصها وسايبه نصها عندي في الفريزر. لازم يكون متواجد عندي في الصيف، طول الصيف طول الشتاء. القرنبيط احنا بنحبه جدا. في فايده جدا حلوه قوي للاطفال، في خضره وفي بيض، وممكن تزودي القيمه الغذائيه كمان بلبن. فالدنيا معاه بتبقى حلوه قوي، خصوصا لو اطفالك بيحبوه. لازم يكون مستمر عندك. يلا بينا بقى هنسلق القرنبيط. طريقته سهله وبسيطه، هنعمله زي ما قلت لكم طريقه امهاتنا بتاعت زمان، ما فيهوش اي افتكاسات وما فيهوش اي حاجه. مش هنعمل جنبه اي حاجه لان هو وجبه غذائيه حلوه جدا. وزي ما بقول لك بتعلي قيمه الغذائيه، بتعلي القيمه بتاعته الغذائيه لو حطيتي فيه لبن مكان الميه. يعني في ناس بتخفف البيض والدقيق والخضره بسنه ميه، لا خففيها بلبن احسن، بيبقى اطعم وبيبقى تحفه جدا الصراحه. هنسلق بقى القرنبيط بتاعنا عشان نبدا نعمل الخلطه بتاعتنا الجميله ونقلي القرنبيط بتاعنا الجميل. هنعمل جنبه النهارده عيش متأمر على الفرن على البوتاجاز كده، وشويه مخلل كده حلو، وتاكلي احلى قرنبيط وتاكلي صوابعك كده وراه. لو عشاق القرنبيط طبعا زيي بنسلق القرنبيط زي ما انتم شايفين كده. ولو وصلتي لحد هنا بقى ما تنسيش تحطي لي لايك. معلش ان انا كل شويه افكركم باللايك وبزهقكم، بس طبعا انتوا عارفين ان انا لسه في اول القناه وحابه ان هي تكبر بيكم وليكم وعشانكم وعشاني وكل الحاجات الحلوه دي، ويبقى ليا اصحاب حلوين من كل حته واجمع كده اصدقاء يعني يكونوا معايا. بسلق بقى القرنبيط زي ما انتم شايفين. طريقته سهله جدا وبسيطه، ما فيهوش اي افتكاسات، ما فيهوش اي حاجه. هنعمله بطريقه امهاتنا بتاعت زمان. بس زي ما بقولك احنا بنزود قيمته الغذائيه الايام ديت باللبن. زمان مامتي كانت بتعمله بميه عادي، بتخففه بميه عادي جدا. لكن الصراحه بعد الجواز لقيت حماتي بتعمله باللبن، فعجبني باللبن اكتر. يعني حسيت ان باللبن احسن. معايا دقيق ومعايا البيض والخضره بقى وشويه التوابل اللي هتحبش الطعم بقى. وهنعمل الخلطه بتاعتنا عشان نبدا نقلي القرنبيط بتاعنا. خلطته سهله جدا وبسيطه. حطيت اهوت الدقيق وه... وهحط عليهم البيض والخضره والتوابل الجميله بتاعتنا. بصوا انا هنا حطيت بقى شويه ميه كده، خففته بشويه ميه. وبعد كده هنزل بالبيض والدقيق. طبعا زي ما بقولك بتزودي القيمه الغذائيه بتاعته بلبن، بس انا في الوقت ده للاسف ما كانش متواجد عندي لبن، فعادي جدا قلت اعمله بقى على طريقه مامتي، وطلع الصراحه برضو تحفه جدا جدا جدا. بس انا يعني بفضل اللبن. لما باجي بقى اعمل قرنبيط بعد كده بكون يعني هعمل حسابي بعد كده ان يكون متواجد لبن في البيت، على اساس ان هو مكون اساسي في قلب الخلطه. تمام، لان اللبن بيديله طعم وبيديله قرمشه حلوه جدا، وبيبقى طعمه الصراحه خطير. هنعمل بقى البيض بتاعنا. ان شاء الله باذن الله هننزل مع بعض فيديوهات حلوه جدا. وهننزل مع بعض الفتره الجايه الميزانيه بتاعتي، وهقول لكم انا ماشيه بايه وبيتي ماشي ازاي والميزانيه بتاعتي ماشيه ازاي والدنيا، وازاي نوفر وازاي نحوش وازاي. باذن الله كل الفيديوهات الحلوه دي هتكون متواجده معاكم، فما تنسوش تحطوا لي لايك حلو منكم وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان الفيديوهات دي كلها توصل لك. تمام. هضرب بقى ضرب مبرح كده شويه مع الدقيق والبيض، وبعد كده هننزل بالخضره بتاعتنا وشويه التوابل المحترمين، وهوب نتنقل على البوتاجاز عشان نقلي القرنبيط بتاعنا وناكل احلى طبق قرنبيط. انا عندي هنا احلى حاجه في البيت ان هم بيحبوا القرنبيط جدا. يعني عندي اولادي ربنا يا رب يحرسهم لي، بياكلوه حاف كده من غير عيش، يعني اكنه سناكس والله العظيم. فدي حاجه كويسه جدا وانا بتبسط بيها. وزي ما بقول لكم بعللهم القيمه الغذائيه اكتر لما بكون مزوده لبن. فللاسف في المره دي ما كانش عندي لبن، بس كل مره ان شاء الله باذن الله بعد كده هخلي اللبن واجب، يعني مكون اساسي في قلب القرنبيط يكون متواجد معايا لما اعمله يعني. باذن الله المره الجايه. بصوا اهوت خلاص كده حطيت الخضره بتاعتي وبقلب بقى
كويس جدا. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي، كمون وفلفل اسمر وملح وكزبره ناعمه وشويه شطه. لو انت بتحبيه حراق، ما بتحبوش حراق خلاص براحتك جدا. وفص توم كمان، فص توم ده بقى بيوديه في حته تانية خالص، يعني بيخلي طعمه حلو قوي 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 قوي. يعني زي ما بقولك الفص التوم دول او الفصين التوم دول بيودوا الطعم في حته تانية خالص. طبعا دي وجبه اقتصاديه من غير لحوم، حلوه جدا، فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. بس طبعا هي ما بقتش اقتصاديه قوي زي زمان، هو ما بقاش وجبه اقتصاديه قوي زي زمان، بس وجبه ليها قيمه غذائيه عاليه للاطفال، فيها بخضره، فيها لبن، فيها بيض. وهي احسن من وجبات اقتصاديه كتير. يعني مثلا في يوم انا مش قادره اطبخ، مش قادره اقف في المطبخ كتير، بتقولي ممكن النهارده نعمل جبن وبيض ولانشون والحاجات ديت، بتكلف برضو اكتر من القرنبيط. يعني عموما الاكل ده والله بيكلف جدا، واحنا كستات بيوت بنمشي بميزانيه معينه في الشهر او في الاسبوع او يوميا او 15 و15 حسب ميزانيه بيتك. فاحنا لازم نمشي على قدنا. يعني انا مثلا مفرزه القرنبيط ده، وكل اللي انا جبتهم 4 بيضات وربطه خضره ب5 جنيه، عندي الدقيق وعندي الميه مثلا في الحنفيه عادي جدا، وعندي كمان التوابل بتاعتها. فالموضوع بس بسيط جدا وسهل، يعني مش هيكلفك مبلغ كبير. وانت كمان لو ميزانيتك شهريه او ميزانيتك 15 و15 او حتى يوميا، لازم تكوني محوشه مثلا مبلغ كده على جنب، اللي هو ايه وقت زنقات. يعني مثلا ايه، محتاجه بيضتين، محتاجه بيض، محتاجه مثلا دقيق، محتاجه مش عارف ايه، هتجيبيه وهتوفري برضو من مصروف البيت الاساسي معاكي. ان شاء الله هنعمل مع بعض ميزانيه حلوه جدا وهقول لكم عليها. قلبت بقى كل البهارات بتاعتنا، هقول لكم تاني البهارات عشان ما ركزت فيها. حطيت فلفل اسمر، وحطيت كمون، وحطيت كزبره ناشفه، وحطيت ملح، وشويه شطه كده في الاخر عشان يديله لسعه حلوه كده. وما تنسيش الفصين التوم، بتودي الطعم في حته تانية خالص. طبعا ما عندكيش مش قادره تجيبي لبن، فخلاص مش لازم لبن خالص، اعمليه بالميه زي ما انا عملته المره دي، لان انا ما كانش متوفر عندي لبن. وطبعا زي ما بقول لك ميزانيتنا على قدنا، بس بعد كده ان شاء الله نعمل حسابنا اللي يكون فيه مثلا كيس لبن في التلاجة او اي حاجه الوقت زنقه زي دي. احنا ما بناخدش طبعا كيس لبن، احنا بناخد يعتبر ربع كوبايه، بس بتدي له قيمه غذائيه عاليه للاطفال. ويا ريت لو اطفالك بيحبوه تعمله لهم باستمرار، لان هو مفيد جدا، وزي ما بقول لك احلى من وجبات اقتصاديه كتير عنه. النهارده انا ما عملتش غيره قرنبيط بس، وسخنت عيش على الفرن على البوتاجاز من فوق يعني، وجبت جنبه مخلل، وكان احلى اكل والله. بجد كانت لقمه زي العسل. لما بتدخلي المطبخ بنفسيه مرتاحه، لما تدخلي تحسي ان انت مش مخنوقه، بتطلعي نفسك في الاكل حاجه تانية، بتطلعي وجبه حلوه جدا وجميله جدا، من غير زهق، من غير خنقه، من غير ما تحسي ان انت مخنوقه واقفه في المطبخ مغلوبه على امرك. لا، خشي المطبخ وانت عارفه ان انت بتعملي اكله لحد انت بتحبيه. ومفيش اكتر من الام بتحب اولادها، مفيش انقى من الحب دوت. فان انت تخشي تبدعي وتعملي وجبه ليهم تكون حلوه، ده حاجه مفيده جدا 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 جدا. انا عندي الله يخليه لي ابني الكبير، والله ما بيشكر قد في اكلي. كل شويه كل ما اقول له ايه رايك، جميل يا ماما، جميل يا ماما. فيكفي ان هو يقول لي كده، وساعات يقولها لي حتى من غير ما اساله، فبكون اسعد واحده في الدنيا وطايره. فان انا اخش المطبخ اعمل لهم وجبه هم بيحبوها، واطلعها بحب، واطلعها كده تكون وجبه كده حلوه وجميله، ده يكفي، واكون طايره كده من الفرحه. وطبعا القرنبيط خلاص اهو انا بقليه، وهنرصه كده في طبق كده بقى رصه حلوه كده، نحط جنبه زي ما بقول لك مخلل، وبس كده. ما زودتش اي حاجه في الاكل اكتر من كده، المخلل والقرنبيط والعيش، وكان احلى اكله واحلى قرنبيط تاكلوه في حياتكم. خلاص خلصت القرنبيط بتاعنا. بصوا الشكل، بصوا اللون، بصوا الجمال، حلو جدا، واللون كمان خطير زي ما انتم شايفين. وكانت وجبة اقتصادية جميلة مغذية جدا للأطفال، فيها كل حاجة تتخيليها، فيها لبن، فيها بيض، فيها خضرة، فيها القرنبيط ذات نفسه قيمة غذائية حلوة قوي. واحنا بالإضافات دي بنعلي القيمة الغذائية اللي بتكون فيه، فأنا أفضله عن أي وجبة اقتصادية تانية. فعشان كده بنصحك ان اول لما تشوف القرنبيط في السوق تروحي مفرزاه على طول، لو انت بتحبيه انت وزوجك واولادك. يعني في ناس كتير مش مياله قوي للقرنبيط. خلاص كده وصلنا لاخر وجبتنا. وجبه حلوه ولذيذه، يا رب تعجبكم، والوصفه بتاعتي سهله وبسيطه، يا رب تعجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله. وصلوا على النبي في الكومنتات عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض، عليه افضل الصلاه والسلام.